عنه إبنا يجرتني تلجون يجرون بريدة لا أين جت باب فضل الزبير رضي الله عنه. فضيلة زبير يتن ودبتني لا. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن مكندر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريزة ويا قريزة كان جان فقال الزبير أنا فقال من ياتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري زبير حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عبد الله بن زبير عن الزبير قال لقد جمع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال عائشة عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر وزبير أبو بكر وزبير يريه. باب فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله العودي قال حدثنا وكيع حدثنا سلط الأزدي حدثنا أبو نضرة جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم قال شهيد يمشي على وجه الأرض. كان جاء النبي كن شهيد يدكير ردي مجرى صوف ياك أبوه. حدثنا أحمد بن الزهري حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا زهير بن معاوية حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة موسى بن طلحة معاوية بن أبي سفيان قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم نبي طلحة على نيتي فقال هذا ممن قد نهبه خلنا من مراد ساقوت تترى جنكته صلاة ربي يقول سن نما صلاة ساقوت تتجنجو. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبانا إسحاق فمنهم من قد نهبه ومنهم من ينتظر ربي رجال ديزا ديفا للا. قال كنا عندما ويتفقال أشهد لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قد نهبه خنيس ديفا. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن إسماعيل بن قيس قال رأيت يد طلحة أركت العادة شلا لام شيطان أركجي قابها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله تيسجي يوم أودين قياو سيد رجال. فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه خير سعد بن مالك فإنه قال له يوم أحد ارمي في سعد فذاك بيوم قالوا برات المجي رسول الله سبحانه قال دغيني تنافقنا. حدثنا محمد بن رمح أنبانا ليس بن سعد وحدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارمي فذاك بيوم. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي على وكيع عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول أن درا نما عربا درا عربا على ربي غيت يدر بتيتيان. حدثنا مسروق بن مرزبان حدثنا يحيى بن أبي زايدة عن هشام بن هاشم قال سمعت سعيد بن مسيب يقول قال سعد بن أبي وقاص ما أسلمت باليوم الذي أسلمت به ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. على ثلث إسلامنا نملي نمسدي نملا ما جرى يساوي سديتين جيتو. فضائل عشرة رضي الله عنهم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا سعد بن المثنى والمثنى النخعي عن جدي رواه بن حارث زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة إذا وجنا لما سديتو عشرة فقال أبو بكر رسول ربي خرنفا خرنني تجن جرى جنة ربي غرقا في رسول غابر سنوجين. فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة فقيل له من التاسع قال أنا جيجن. حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي أدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن ياسب عن عبد الله بن سالم عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول اثبت يا هرا قطع يجن وما عليك إلا نبي وصديق وشهيد وإن وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد. فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار حدثنا شعبة جميعا عن أبي سعيد. إنسان شفتنو أبي سعيد كراني جيتشو
عن زيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سابا سوال معكم رجل نمين نكامين قال فتشرف الله الناس نمني مملتيف فبعث أنا عبيدة بن جراح أبا عبيدة المجراء إرقجن حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل نبي إسحاق قال سلة من زفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أمين هذه الأمة أمتي كان جنين جيجو فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان بن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال رسول الله صلى الله عليه لو وسلم كنت مستغلبا عن غير مشورة وصرنا تقوخنين كليفا قلوتي مريم مرتي لستغلبت من أمتي إسان قد جلال جبين يسا حدثنا حسن بن ولي الخلال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه إسا قم مجيسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غدا هارت كما أنزل أكبو ومن قرأون مجفد أراتي سارت أقرأو جيجن حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس عن لسان بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع أيامنا خيانا رتت قرد مولفور يجا واتكا وأن تسمع سوادي سريت يلي چاكسو جيجان حتى أنا أنقال سنور كتي سيد رجان فضل عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حدثنا محمد بن طريف حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي صبرة النخعي عن محمد بن كعب القرزي عن عباس بن عبد المطلب قال كنا نلقى النفرا من قريش دوب جماع قريشي تكو كنا من تانجان وهم يتحدثون إساني عاصو جرو ويقطعون عاصو ساني دابن فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم رسول أفني منه فقال رسول لك جيجان أبالوا أقوام يتحدثون سمالي أهلي أرما خاص ونيف فإذا رأوا الرجل من أهل أبولا ما أهل بيت خيراتي أركن قطعوا حديثهم عاصو ساني خدابني والله لا يدخل ربي إنك خد قلبي نما تكو إيمان نسين وجيجان حتى يحبهم الله لله أنك أرما خيسون ربي ينين جالتنت ولقرابتهم مني رأيهم ما خياب يجي سان جالتنت حسن درجان حسن سيل حدثنا عبد الوهاب بن ضحاك حدثنا اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن حسن سيل عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا ابن ماجه ضعيف السند سيء المتنجي رجالا قبل أبو داخنا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين درجان تيابي بوتان تيابي بوتان إبراهيم قيا قيامة فولو للدي تجللا والعباس بيننا مؤمن بين خليلين عباس نجدو تاجان مؤمن يالا الليلة مجدو تاونني مؤمن يالا الليلة مجدو تاوجان وهذا الحديث من فرد بابن ماجه ودرجته أنه ضعيف جدا أي كم تدي ورقة بابره موضوعات أو جلسون خريبو تي ورقة كم يبا خريبو سنيس ضعيف السند سيء المتنيجي أي جرح إنه مال جن كان أي خدرة خدرة مو ضعيف قال الباقي سناد ضعيف محمد بن كعب قال يعقوب بن شيبة ولكن لو شاهد عند الترمذي سري أقصن كأصل لغير تا أصل لغير تا خدرة ضعيف السند سيء المتن جوجان أصل لغير يجوزانيت أفان جير ملء خدرة أبو دامو موضوعات جنين يشرب لغنا ورانا